وضربناهم كلهم في الخلاط. انا وريتهم لكم هم وصحاح كده عشان تشوفوا المكونات. كزبرة خضراء، فصين توم، نص ليمونة، كمون، كزبرة ناشفة. بنضربهم كويس في الخلاط. ممكن تحط لهم معلقة كمان خل، والملح طبعا معانا، وبنقلبهم تقليبة حلوة كده وبنسيبها. يا سلام كمان لو تعمليها من بالليل وتسيبيها تتبل او قبلها بساعتين، وتسيبيها كده تتشرب من التتبيلة دي، اللهم بارك، هتبقى جميلة جدا. معايا هنا الردة بتاعتنا طبعا مجهزينها، الردة الناعمة قوي، بتجيبيها من عند اي اللي هم بيبيعوا الرز والمكرونة. معانا حطيت عليها كزبرة وكمون وفلفل اسود، وحطيت عليها ربع معلقة توم باودر، وقلبناهم كويس. وهناخد الكبدة كده ونحطها في الردة. طبعا انا مجهزة الزيت على النار، مهديه عليه، و عشان على ما جهزنا الكبدة يكون سخن. في الزيت كده حطي معلقة سمنة، لو عندك سمنة كده حطي معلقة سمنة، بتديها ريحة حلوة وبتديها طعم حلو قوي قوي قوي. ولما تيجي تحطي الكبدة في الزيت بالشوكة كده، وانغزي في الكبدة عشان ما تنفخش معاكي وتتفرد وتتشرب كده تتبيلتها، وتشرب من معلقة السمنة اللي انتي حطاها في الزيت يعني. والتخريمات دي بنعملها عشان تتفرد الكبدة. اول ما بنحطها مثلا بتروح كشة شوية وتحس ان هي منفوخة كده، لا، لما بتديها تنغيزة بالشوكة بتتفرد كده. خلاص خلصنا الكمية كلها في الردة، وكده جاهزة على القلي. انا مش عايزه اطول عليكم، هنحط كده واحده معاكم كده على طول، مش هناخد وقت. وبعدين هنخلصهم ونرجع لكم تاني اهو بالشكل ده. يعني عايزه اقول لكم ما بتاخدش وقت، هي على طول الكبده طبعا. وزي ما شفتوا كده حاطين الجرجير ورشين شويه بقدونس على وشها، وده الخيار الروعه اللي احنا عملناه مع بعض اللي تاكليه يعني ما بياخدش وقت. يوم او اليوم التاني كده، لان انا عاملاه من غير ميه سخنه. والزعتر فيه كان ريحته جميله جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب، ما تنسوش فضلا ليس امرا لو وصلتوا لغايه هنا تحطوا اللايك. فضلا ليس امرا، القناه مش هتترفع الا باللايك وتعليقاتكم الجميله ومشاهدتكم للفيديو لغايه الاخر، او على الاقل نص الفيديو. ما تنسوش تدعوا ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح احوالنا. وشكرا لكم ولدعمكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.